مساكم الله بالخير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. رجعنا لكم من جديد بعد غياب طويل بجلسات رياضية وجلسة مع نجم، وضيفنا هالمرة ضيف ثقيل فنيا وإداريا وخلقيا ومجتمعيا. وترى الحلقة سبحان الله صارت يعني على عجالة وحسب الظرف اللي صارت به، ولكننا متوقفين من فترة طويلة. ما طول عليكم، نبغى نرحب بضيفنا العزيز الغالي الكابتن مأمون. هلا ابو احمد. عليكم السلام ورحمه الله. هلا ابو رجاء. يا هلا يا هلا ابو احمد. وجمعتك طيبه مبارك عليك وعلى متابعينك ان شاء الله، وان شاء الله نكون يعني ضيوف خفيف. انت ثقيل وضيف خفيف على المتابعين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحييك يا ابو احمد. ابو احمد، نبغى نعرف ونعرف المشاهدين بشخصك الكريم. حبيبي ابو رجاء، الله يعطيك العافيه، وشاكر لك صراحه الاستضافه والدردشه هذه في يوم الجمعه الطيبه، وصلي وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. طبعا انا مأمون عثمان خالد من السودان، مواليد 1968، ويعني لعبت ودربت في السودان، والحمد لله عندي من العيال 3 الآن، بنتين وولد. الله يخليهم ان شاء الله. في الجامعة الحمد لله كلهم ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله يحفظك. نحمد الله، الأمور طيبة نحمد الله. الحمد لله. ابو احمد، ناديك اللي بديت به اللعب ومركزك اثناء اللعب والمفضل لك. والله طبعا انا بديت في نادي السجانة، من الأندية العريقة والعظيمة في الكرة الطائرة في السودان، وكنت بلعب مركز الإعداد، يعني كنت معد وصانع لعب. وكم سنة لعبت بهم؟ والله لعبت إلى سن الأشبال أو بداية الشباب، يعني أنا ما طولت في اللعب، يعني نتيجة طبعا الأفضليات، نتيجة لأنه في أفضل مني في أطول مني صراحة. وتركت بدري؟ وتركت واتجهت للتدريب في سن مبكرة جدا الحمد لله. كيف اتجهت للتدريب بعمر صغير، ومن كان له الدور بعد الله بقدومك للقلعة؟ والله التدريب أنا برجع عندي شغف، يعني من وأنا صغير، يعني بحب قيادي، يعني بالقيادة نعم، بأنه أكون يعني الشخص دائما مبرز، وشخص عمل يعني يكون عنده قيمة يعني. اتجهت وأنا من صغير، يعني حتى في أثناء اللعب كان يعني الله يرحمه أستاذنا ومدربنا الكبير اسمه علي عبد الله جبر، ربنا يرحمه إن شاء الله. فكان دائما يوكل يعني مهامات تدريبية ومهامات تنظيمية، مساعد له يعني في الصغار، وانا في الصغار من الاشبال، يعني القيام بالدور الاحمال، القيام ببعض الاعمال، تجميع المعدات، الادوات، الكذا. فالحمد لله اكتسبت من وانا صغير يعني المهام، روح القياده، روح القياده والاشياء التنظيميه. ودفعني صراحه هو المرحوم علي عبد الله جبره، نسال الله انه يرحمه، للعمل الفني والاداري والتدريبي. وكثيرين يعني دفعوني للعمل، يعني الحمد لله بعد ما شافوا الحمد لله اني انا عندي الرغبه والشغف انه يعني في المجال ده يعني. وكيف شلون قدومك للقلعه؟ والله القلعه طبعا انا جيت البطوله العربيه في السعوديه، كان في الرياض، اللي كان يستضيفها نادي الهلال تقريبا 96. وبعد خلصنا البطوله قعدنا حضرت. كنت ماسك فريق السجانه نفسه؟ السجانه، نعم، جيت مدرب لفريق السجانه. فبعد ذاك اتصل علي زميل يشتغل هنا في سكاكا، كان اسمه فضل، وكان لاعب في السجانه وكذا، زميلنا، والظاهر عن طريق الاداره انه عاوزين مدرب وكذا، وكلمني. فقلت له مبدئيا ما عنديش مشكله، يعني مبدئيا ما في مشكله، ان شاء الله نشوف الحاصل ايش، وبعد ذاك نقرر يعني. ودي كانت البدايه، يعني بدايه القدوم للقلعه. طيب ابو احمد، كيف تقابلت مع الشباب بالرياض وهم موجودين؟ والله زي ما قلت لك يا ابو رجاء، انه كلمنا انا صديقي هذا اخ فضل، وكلمني على ما اعتقد ابو رايد الاستاذ حمد الواكد، الله يمسيه بالخير ان شاء الله، في الرياض. ورحت كان رئيس النادي وقتها. كان رئيس النادي وقتها، نعم. وكان احنا في البطوله العربيه، وكان لسه البطوله ما خلصت، والقلعه طائره القلعه كان معسكرين بالرياض، كان عندهم في بطوله الصعود في جيزان. ايوه. ومشيت التقيت فيهم في التدريبات وكذا، وتعرفت عليهم. كان الوقت ذاك الاداري الاخ عبد الله صتم ابو نواف ومحمد ناصر الطريف وابو ناصر، كانوا هم الاداريين، وما كان في مدرب على ما اعتقد، كان في بعض اللعيبه الكبار الموجودين. تعرفت عليهم وكذا، حضرت لهم تمرينين وخلاص. ومنها بدأت الانطلاقه، وبدأت الانطلاق معهم، لكن طبعا ما رحت معهم النهايات، طبعا كان لسه احنا في البطوله، ولسه اجراءاتي ما كان خلصت. اتفقتوا على بعد البطوله؟ بعد اللي يجوا من جيزان يمروني في الرياضه وقابلهم ونطاج معهم على الجوف، على سكاكا يعني. كيف وجدت لعبه الطائره بالقلعه كبيئه وبنيه تحتيه اول ما جيت؟
والله شوف طبعا كبيئة اكيد يعني في طايره، في كره طايره يعني في كره طايره موجوده، ثقافه الكره الطايره موجوده. طبعا انه هم جايين الرياض بيشاركوا، وبعد ذاك عرفت انه في دائما في بطولات مباريات، في متكررة. بطولات الصعود، في كذا ما توفقوا. فالموجود، بس كان الموجودين طبعا معظم اللاعبين في اعمار كبيره. هذه يعني فالبيئه موجوده، ثقافه الكره الطايره نوعا ما موجوده. لكن لا تتحدث عن البنية التحتية يعني كملاعب كذا ما كان موجود، لأنه كان ملعب واحد، ملعب خارجي، ملعب طبعا يعني معاناة لا يصلح طبعا صراحة بكل أمانة لأنك تصنع فريق جيد، لأنك يعني تصنع أجيال، لأنه كان حتى تعمل فيه تدريبات مهارية يعني جديدة في الكرة الطائرة، استقبالات، دفاعات، كذا. بكل أمانة يا أبو أحمد، ما أحبطك يوم لقيت ما في ملاعب؟ ما في أبو رجا، أنا أول في بداية الحديث قلت لك أنا دائما أحب يعني كنت احب القتال، واحب ان تكون لما تعمل عمل لازم تكون انت مميز فيه ولازم تنجح فيه. فانا عارف انه بتقابلني كثير من الصعوبات يعني. وحتى انا اعتبر مثلا انا مدرسه جديده في الكره الطائره في المملكه، يعني مدرب سوداني. وانا دائما انا لا يعيبني انه انا اقول لك والله ما في تاريخ للكره الطائره، لكن انت عشان تبرز وعشان تنجح لازم تقاتل، لازم تكون عندك تعمل بصمه يعني. والله عملت لها تاريخ، ما حتنام انت عشان عملت تاريخ والله ما شاء الله عليك. الله يبارك الله فيك. أبو أحمد، أول رئيس نادي وأول إداري تعاملت معه لما جيت القلعة؟ والله أبو رجاء طبعا هو أول رئيس نادي اتصل علي وكذا، وهو طبعا الأستاذ حمد الواكد أبو رايد، يعني الله يعطيه العافية ويمسيه بالخير، أحد رموز النادي صراحة المحبين. أي والله والنعم أبو رايد. وكذلك كان الوقت ذاك قلت لك في عبد الله السطم وأبو نواف ومحمد ناصر الطريبي، يعني هذول الإداريين الأول ما تعاملت معهم وسلم عليهم، يعني إن شاء الله يكونوا بصحة دائمة. إن شاء الله. الأول إداريين يعني هم برضو يعني أنا تعاملت معهم في العمل، لكن كان آخر أيام إدارة أبو رائد. لكن العمل الرسمي أو تعاقد رسمي أنا كان في إدارة الأستاذ خالد العرسان، الله يرحمه أبو أصيل، الله يرحمه ويتقبله إن شاء الله. وهذا كان اللي اكتملت أوراقي وكذا في عهد إدارة أبو أصيل. والإداري اللي مع أبو معك الظاهر أبو نايف إن شاء الله برضو الله يمسيه بالخير، أستاذ منيف سعيد. أيوة. بعدك برضو كان الأستاذ سامي نزار أبو فيصل، أعتقد هذول هم برضو كانوا في إدارة أبو أصيل، يعني كان في دائما بيكون أكثر من إداري، كان بيكون في إداري وإداري متعاون كذا يعني. فهذول اللي كانوا موجودين. طيب أبو أحمد، أول ما جيت الفريق لقيت به مواهب، لقيت به خامات؟ والله طبعا الفريق قلت لك انا شفت الفريق طبعا بالرياض، وحتى لما جيت هنا في الجوف كان في بطوله الكاس بعد ما خرجوا من الدوري او من التصفيات. من ايه كان في مباراه ظاهر والله ناسي مع مين، غالبا مع الموج مع فريق. شفت الفريق يعني. فطبعا الفريق كان فيه كثير من اللاعبين في اخر ايامهم يعني. اذا جينا نذكر يعني ان شاء الله ما ننسى حد يعني او كذا، زي صالح العيد، زي ناصر الرويلي، زي الله يرحمه خالد الرمان عليه رحمه الله، وليد الشهراني. كثيرين كانوا على اخر يعني ايام، لكن كان في خامات موجوده جيده يعني. وشباب صغار، خالد العايد موجود ما شاء الله، بندر قاسم، خالد الوردي، احمد مفرح، سلمان الغميز على ما اعتقد، منصور مطلق، عايد السماره، منصور، احمد السماره. يعني كان في اسماء صغار يعني وعاوزين، عندهم الطموح وعندهم كذا. ترك القوعان يعني، وترك القوعان ما شاء الله برضه، نعم صحيح. فدول كان مجموعه جيده تعتبر، يعني تقدر تبني عليها وتعمل وتشتغل على الفريق، تشتغل على وجيل اخر يعني. فدي كان الهدف يعني، كان انه لازم يكون عندنا مشروع انه نشتغل على الموجود، بنعمل احلال وتبديل للعيبه اللي تركوا، وبدخل نشتغل على اشبال وناشئين وشباب بصوره طبعا بخامات، لانه الكره الطايره صارت تتغير يعني في الوقت ذاك، تعتمد على الاطوال، على الخامات الجيده. فكان لابد من تغيير يعني، تغيير النهج بصفه عامه يعني. ابو احمد، اول ديربي لك مع القلعه ضد المنافس التقليدي العروبه؟ والله شوف ابو رجا، طبعا خليني قبل ما اتحدث عن اول ديربي مع الاشقاء والاخوان بالعروبه، زي ما قلت لك انه البيئه الطايره كان بيئه موجوده البيئه، لكن احنا لما جينا لازم كان نعمل بفكر جديد، سواء كان فنيا او ثقافه الكره الطايره الحديثه في الوقت ذاك، في طرق اللعب، في اشياء كثيره لازم نغيرها. الشيء الثاني كان لازم ننتشر الفريق من الاحباطات، لانه الفريق شارك في اكثر من بطوله واكثر من تصفيات وما تاهل يعني. فكان دائما محبطين يعني يروح للصعود يرجع، احنا ما حنفوز، احنا ما حنصعد. نعم لازم كانت الثقافه تتغير، لازم يكون في طموح جديد، لازم يكون في فكر جديد. الفكره الجديده والطموح لازم يعملوه لعيبه يعني شباب جدد، لازم يكون في جيل دماء جديده هذه.
لكن اذكر طبعا اول انا عارف بعد ذلك عرفت انه طبعا القلعه والعروبه هم الاساسها وكذا، متنافسين وديربي وجماهيريين. فاول مباراه طبعا صار كان مع العروبه انتهت 3-2 لنا يعني. هذه للاسف انا ما حضرتها. و3-2 كان الاشقاء في العروبه متقدمين على 2-0 وتوقفت الظاهر لصلاه المغرب، والله اعلم. طبعا الكلام ده الان 20 سنه تقريبا يعني. لكن بعد ذلك جينا الحمد لله بفضل سبحانه وتعالى ثم الشباب وكذا، فيعني قلبت النتيجه 3-2 لنا. ده كان اول وكان مباراه قويه جدا يعني، مباراه في الصاله طبعا صاله زحمه ومستوى كان ولسه بعض اللعيبه يمكن ما هم عارفينك زين وانت ما تعرفهم زين يعني, نعم يعني شوي عالي، كان مستوى عالي وكذا، وضغط جماهيري وضغط اداره وضغط. طبعا انت اي فريق جديد لازم يبغى لك وقت عشان تتعرف على العناصر لما بتجي بنهج جديد. طبعا انا اول ما جيت كان في نهج حتى النهج استقبال يعني، دخلنا في طريقه اسمها استقبال باثنين. استقبال هذه طريقه عالميه، كان معظم الفرق ما كانت تلعب فيها، بدل استقبال باثنين استقبال بثلاثه زي كذا يعني. الفريق كان طبعا بيستقبل بطريقه تقليديه اللي هي. طيب كيف تقدموا 2-0؟ والله يعني هم طبعا كان افضل يعني صراحه العروبه في الشوط الاول تنظيميا يعني كان افضل يعني. العيال احنا عيالنا كانوا شوي مرتبكين كذا، لكن بعد ذلك قدرنا خبرتك ما شاء الله عملنا تبديلات معينه في الخطوط، والحمد لله يعني توفقنا توفيق من الله اولا، ثم بعد ذلك رجعنا للمباراه يعني. كيف استطعت ان تجذب اداريين متعاونين للعبه بوجود القدم وضجيجها؟ والله شوف انا حاولت الحمد لله بفضل الله تعالى اولا، ثم يعني من حكم خبرتي يعني في المجال الفني والاداري وكذا، طبعا بالتعاون مع الادارات النادي المتعاقبه، انه يكون الافضل دائما الافضل في الالعاب الجماعيه خلاف كره القدم يكون الاداري من ابناء اللعبه يعني، باعتبار انه يعني يكون عنده الخلفيه في المفاهمه في المناقشه يساعد مع بعض وكذا. ودي صعب تجدها لانه معظم الاداريين طبعا اللعيبه اللي بيكونوا تركوا اللعب دائما غالبا يتجهوا للتدريب او يترك يعني يبتعد من يكون متشبع، يكون متشبع نعم، يبتعد دائما يعني. واحنا كان الهدف انه اما نجيب اداري من ابناء اللعبه، او اداري يعني من قريب من المحيط اللعبه اذا ما هو كان لاعب، او اداري عنده الخلفيه الرياضيه يعني يكون عنده ثقافه الرياضه، مدرس تربيه رياضيه، لاعب سابق في اي منشط. هذه فكان في معاناه، لكن طبعا بحمد الله يعني توفقنا في كثير من الاداريين. طبعا ما حبيت اذكر اسماء عشان لا يعني الواحد طبعا. يا رجل انا من الناس سحرتني وانا ماني لاعب طائره ولا اعرف بهالشيء، وسحبتني من ضمن اللي سحبته. فكان احنا لازم نقنع يعني الكثيرين انه يعني يكون حول اللعبه كذا، اذا ما اداري رسمي اداري متعاون، اذا ما كذا عملنا لجنه للكره الطائره يعني، عملنا اكثر من مجال او من طريقه وتوسعت القاعده. نعم عشان يكون في اداريين اصحاب يعني. طبعا انا اذكر كم موقف يا ابو احمد. تفضل. اذكر ابو الكابتن الشوادفي كان دائما لما نتقابل معه كان يضحك ويعلق ويقول انت يا رجل انت انا لحالي بالانطلاق ما عندي احد يعني بالمعنى يعني واحد اثنين، يقول وانت عندك يمينك ويسارك ما شاء الله، ويعد عاد حنا يعدنا مع ابو تركي مع ابو مساعد مع السماره مع الشله. والله شوف انا عندي دائما فلسفه في حياتي وفي الرياضه، انه لازم الرياضه هذه لعبه، هي لعبه جماعيه، الرياضه جماعه يعني. اي نعم. احنا النادي هو جماعه. ليش انا يعني اختزل العمل عندي انا لحالي يعني؟ لازم الناس لازم يعني حتى لو انت عندك خبره عندك ثقافه عندك معلومه، الناس تكون عارفه، كل الناس عارفه. انا حاولت يعني استوعب كثير من الاداريين، حاولنا بالعكس حتى بعض اللاعبين وجهتهم انه يروحوا تدريب. المرحوم خالد الرمان الله يرحمه، يا والله خالد الوردي، هذا احمد مفرح من الناس اللي سعيته انه يروح دوره تدريبيه. ما لازم انا اكون انا الكل في الكل، صح ممكن اكون الناس حولي، لكن لازم اعطوهم المعلومات، لازم يكون في دارين. وهذه تحسب لك والله يا ابو الحكام انا بندر قاسم كان يكون حكام مميز يكون جدا بندر، ودخل دوره علي خليفه، نواف، عبد الله الوردي الان ما شاء الله حكم يكون حكم عالي. اي والله حاليا دولي ما شاء الله. فهذه انت لازم ابدا الرياضه مش موضوع فوز وخساره وكاس، لازم انت تعمل بصمه في حياتك. الله يعطيك العافيه. تعمل بصمه، لازم يكون عندك، لا تكون اناني يعني، فهمت؟ هذا انا هدف بدي كان احنا. هلا ابو احمد. ايش اخبارك؟ طيب. احنا يا جماعه الخير غيرنا المكان، جينا هالمكان الطيب هذا بالمصيف، ونبغى نكمل حوارنا بكم سؤال مع الكابتن، بعدين نرجع عاد لمكاننا. يعطيك العافيه لا بارك الله فيك ان شاء الله. ابو احمد، ما هي المعاناه اللي واجهتها بدايه انطلاقه الطائره في القلعه، وكيف تغلبت عليها؟ والله ابو رجل طبعا معظم الانديه اللي كانت
خلينا نسميها بسيطه وكذا. طبعا هي نفس المشاكل يعني في الملاعب بالذات، اهم شيء الملاعب، الترحيل، ما عندكش صاله في درجه حراره منخفضه جدا ايام الشتاء. فدي كلها طبعا بفضل الله تعالى، ثم المجهود اللي بذل يعني من الجميع. دائما انا اقول ان الجميع هم لهم بصمه في وجود الكره الطائره في القلعه على المستوى اللي وصلت له، يعني سواء كان اللجنه، سواء كان الاداريين بصفه عامه، سواء كان ادارات النادي المتعاقبه اللي دعمت اللعبه. فدي كلها بعد الله سبحانه وتعالى هي كانت اسباب انه يعني تغلبنا على معظم المشاكل، بالاضافه للاصرار والعزيمه. يعني بدأت الشباب عندهم يعني طموح اكثر. فانت كل ما كان عندك طموح، كل ما كان عندك اصرار، تتغلب على اي مشاكل يعني تكون موجوده يعني. أحمد، كيف استطعتوا تصعيد الدرجات الثلاث الممتاز وقليل من الامكانيات وباستقطابات من خارج وداخل المنطقه؟ ابو رجا طبعا احنا عملنا على زي يقولوا تخطيط، عملنا تخطيط بتعطينا نصعد الفرق الثلاثه للدوري الممتاز اولا، لكن كان لازم اول نصعد الدرجه الاولى الفريق الاول. فعملنا استقطاب بعض اللعيبه من خارج المنطقه اللي هم تقريبا واحد او اثنين وكانوا موجودين بداخل الديره عشان الامكانيات يعني الماليه، هو اللي احمد مطر ومبروك. بعد ذلك دعمنا الفريق بالكابتن عبد العزيز التيم ووليد الشميريخ. وطبعا اجتهدنا مع المعسكرات، مع دعم اداره النادي، مع الاداريين المتعاونين في انه الفريق الاول اولا يصعد الدرجه الاولى حتى يكتسب خبرات ومن هالكلام. يعني طبعا تجي الانديه تلعب هنا، الشباب والناشئين يشوفوا الفرق، يرتفع مستوى الفكر بتاع اللاعبين. دي خطوه اولى. بعد ذاك 3 خطوات اخرى يعني بموضوع تكوين لجنه واستقطابات لاعبين اعلى مستوى. فهذا الاساس كان في التخطيط للصعود الدرجات الثلاث الى الدوري الممتاز. كل امانه يا ابو احمد، جتك عروض كثيره من الداخل ومن الخارج وكل مره كنت ترفض، لكن بالنهايه قررت مغادره اسوار القلعه. لماذا وكيف؟ والله الحقيقه فعلا ابو رجاء يعني كثير من العروض يعني سواء داخل المملكه او كان خارج المملكه، لكن زي ما قلت لك انا كان ارتباطي بالقلعه وجهه نظري طبعا هي ارتباط مشروع وارتباط بصمه وارتباط عمل قائم على المحبه وكذا، مش زي ما ذكرت لك اول مش موضوع مدرب وراتب يعني. هذه لكن بعد ذاك يعني بعد فتره من العمل 18 19 سنه طبعا لابد من التجديد والتبديل ويعني ضخ دماء اخرى في النادي، يعني سواء كان من ناحيه التدريب او من ناحيه الاداره من ناحيه اللاعبين. لذلك الحمد لله بعد الاستخاره والاستشاره يعني قررت انه يعني اترك العمل باعتبار انه يكون نفتح المجال لاخرين او انا نفسي انقل لتجربه اخرى اشوف فيها نفسي، ويكون الارتباط موجود، الارتباط بالقلعه يكون موجود. انت رحت لنادي الشمال بقطر قبل 10 سنوات تقريبا اول ما مشيت. نعم. الحين انت عندهم ولا رحت نادي ثاني؟ والله طبعا رحت لنادي الشمال بدوله قطر، والان تركت، الان تحولت الى نادي قطر في الفئات السنيه، والحمد لله مستمر الان من 2014 يعني تقريبا تركت القلعه، مستمر الحمد في دوله قطر الى الان والحمد لله. ابو احمد، في ما شاء الله تبارك الله اداريين كثير مروا عليك، متعاونين ورسميين. اذا تذكرنا مواقف طريفه مرت عليك معهم او مع اللعيبه. والله ابو رجاء طبعا شوف موضوع الاداريين كثير طبعا، الطائره ما شاء الله كان حولها اداريين رسميين ومتعاونين عدد كبير، لكن والله شوف عشان احنا ما حد لا ينسى حد يعني لا يذكر تبقى يعني صراحه ما ده تاريخ يعني. فكثيرين قالوا بكل امان، لكن لما نحن نذكر واحد او اثنين على سبيل المثال وليس الحصر يعني، والله عشرات الاداريين اللي مروا على طائره القلعه ومحبين نتكلم على يمكن 20 سنه يعني. فدي كان يعني معظمهم اجتهد ومعظمهم يعني ما شاء الله تفانى في الخدمه، وفي ناس شهر شهرين وفي ناس سنه. نعم في ناس عادي وفي ناس جابوا مباراتين اسبوعين 3 ظروفهم ما سمحت. فانا والله ما عايز اذكر يعني مجموعه وانسى احد وتنسى احد يعني بكل امان، لكن كلهم عملوا ويعطوهم العافيه واضافوا للطائره واضافوا لي انا شخصيا في بعض خبراتهم، سواء كان نجاح سواء كان فوز، كل واحد يستفيد منها خبرات. في مواقف طريفه يعني من ضمنها طبعا كان المرحوم احمد حمدان الغازي ابو ناصر الله يرحمه، الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله. فطبعا كان معي دائما اول ما جيت، طبعا هو كان معي وكذا، قريب لك كثير، قريبنا صراحه يعني، هو لانه كان من ابناء اللعبه يعتبر، هو محمد السماره وكان طبعا المرحوم منصور السماره، لانه فهم يعني كان حول اللعبه يعني. فكان عندنا مباراه ما ادري حكام تبوك، واحد قال والله ما شاء الله المدو كابتن ده من ولاء وجاب معه حتى ولده في المباراه نفس البشره ونفس اللون. فهذه كان طبعا من الاشياء طريفه يعني. ابو ناصر دائما يعني
قريب الله يرحمه كان الحكام دائما يطردوه يعني نصر الماضي يعمل مشاكل معهم، وانا احاول هدي وكذا. برضو كان ابو تركي سلمان القايد مسى عليه طبعا رئيس النادي الحالي، كان داري نام معي. وكان المباراه يعني عندنا مباراه تحصيل حاصل، حاولت اشرك بعض اللاعبين وكذا. طبعا كان الكابتن خالد العاير لاعب ما شاء الله يعني امور طيبه، امكانياته كبيره، والجمهور عاوز يستمتع مرات وكذا. فما يعرف الفكر بتاع المدرب الجمهور، فجاء قال لي يا اخي ليه يا كابتن ما جمهور. وطبعا ابو تركي قال لي يا اخي ليش ما الجمهور عاوز خالد العايز، وترى تخلي الجمهور يجي يلعبه. ايوه الجمهور يطالب خالد يقول خلي الجمهور يجي يلعبه. هو المدرب ولا الجمهور. طبعا انت قلتها بزعل اثناء المباراه وحماس يعني وكذا، حماس وكذا. فدائما كانت تحصل بيننا يعني دائما مواقف طريفه يعني مع معظم الاداريين يعني من غير المواقف الكثيره اللي احنا رايحين القريات اللي نمنا يمكن 18 ساعه مره في المطار بالمطار بالشرقيه الرحله وزعلت على اللاعبين ناموا وكذا. من المواقف الطريفه الحلوه جدا برضو كان العيال عندنا مباراه مع الاشقاء في العروبه شباب، يعني كان فرقه مميزه يعني نحضر فرقه للصعود. فدخلنا المباراه احنا العيال للاسف مطمئنين يعني للفوز، يعني حذرناهم يعني. وما ادوا الاشقاء يعني في العروبه تقدموا بشوطين وتوقفت المباراه برضو بعد ذاك يعني توقفت للصلاه ودخلنا بغرفه الملابس. اعطيتهم دش بارد يعني. وجينا فزنا بالمباراه 3-2. بعد ذاك زعلت عليهم قلت لهم انتم المفروض تروحوا لحد النادي برجولكم، حيجين لما تروح برجولكم ولا انا اروح برجولي، وانا اخترت انا اروح برجولي. لا واذكر انا اكمل لك، اذكر انهم كل يبغى يسلم عليك منهم يحب راسك وتكرشه من اللعيبه يستسمحونك، وانت زعلت ورحت على رجولك لما وصلت دوار الشمالي، وجاء واحد من الجماهير واقتنعت انت ركبت. انا حبيت بس اوصلهم برساله انه لازم نحترم الخصم، انه مش استهتار يعني. يا اخي ما شاء الله ما عندك انت، لازم نحترم الخصم، لازم احنا عندنا هدف صعود، لازم الفريق حتى لو كان اقل منك تلعب بكل دروس هذه. نعم هذه الله يعطيك العافيه ابو احمد. في موقف جميل ومشرف صار منك لم ولن يتكرر مع اي مدرب سواء سعودي او غير سعودي، بكل امانه نبغى نتكلم عنه، الموقف اللي عن باص النادي. والله يا ابو رجاء انا عندي لا اتحدث عن نفسي، لكن انا عندي مبدا في الحياه بصفه عامه، انه عندما تعمل عمل لازم انت تخلص العمل وتجتهد وتتعب، لانه بتحس بثمره النجاح وبتكون عندها طعم اكبر يعني. فالنادي كان عنده مشاكل كثيره يعني في فترات، وكان في زي فراغ اداري، انتخابات ما ادري شيء بهالشو انتخابات، المهم وما كان في اداري، ما كان في اداره بالمعنى. فكان التمارين شيء متوقفه، باص النادي فيه مشكله، ما في يعني ما في مجال يعني، ولازم احنا نستمر في العمل. فالباص كان محتاج مبلغ مادي، ولا مبلغ مش سهل يعني. فالمهم اضطريت يعني كلمت الاهل في البيت، ذهب وما ذهب، وتم بيعنا الذهب يعني اصلحنا باص النادي في الصناعيه. الله يعطيك العافيه. وطلعناه صراحه. وبعدك طبعا النادي يعني ارجع لي المبلغ عشان ما اكون برضه اقول لا والله ما عمل. بالعكس هذه صراحه ما هي سهله يا ابو احمد، وتحسب لك هذه لك مي عليك. والله يا اخي هذه والله يكثر من امثالك. انا دائما ابناء النادي ما عملوها يا ابو احمد. علاقتي زي ما قلت لك في العمل، انه نحن النادي او هو مكاني، المكان اللي اعمل فيه بيتي، يعني لازم انا اكون عندي بصمه فيه، اكون عندي مش انتماء انا مدرب بعمل براتب باجر وخلاص ساعتين 3 4 واروح، لا، لازم يكون في اشياء كثيره يعني، في قاعده تعمل بصمه، لازم تعمل انطباعات جيده، لازم تعمل محبين للعبه، يعني هذا الله يعطيك العافيه بصفه عامه يعني. ما قصر. بعد هالسنين الطويله وابتعادك عن القلعه واهل الجوف، الا انك وللمره الثانيه تاتي للزياره، وهذا يا ابو احمد ما عمره حصل من اي مدرب قبلك، فما السر بذلك؟ والله يا ابو رجاء، اولا اهل الجوف واهل سكاكا والاخص اهل القلعه يستاهلوا كل خير بكل امانه. لي مواقف كثير جدا مع الجميع يعني، مواقف طيبه وايجابيه، ووقفوا معي في كثير من الاشياء. واخيرا طبعا حتى الظروف اللي تمر بها بلدنا ان شاء الله ربنا يرفع عنا ان شاء الله. ان شاء الله. الكثيرين وقفوا معي في الظروف هذه. لكن هذا اقل شيء يقدمونه لك يا ابو احمد. انا قلت لك ارتباطي بالنادي، ارتباطي بالعمل الان يعني، حتى الان في قطر مش ارتباط بانه انا مدرب وعمل وخلاص باجر وكذا اجل ساعتين 3، لا، لازم يكون عندك، تكون صاحب رساله في المجتمع يعني، رساله توعويه، رساله دينيه، رساله رياضيه.
هذه. فانا بفتكر انه يعني انا عندي هنا من الاصدقاء من الاحباب. بس وش سرها الشعبيه لك من كل والله من الانديه ومن كل، خاصه يعني القلعه؟ الحمد لله الحمد لله، الواحد يحمد الله، لكن الواحد يقول من الله سبحانه وتعالى يعني ما والله ما في سر يعني. بشوف انه انا عادي يعني، بالعكس انا كنت جزء، مش انا سبب، انا كنت جزء من المنظومه اللي بتعمل يعني. كل الادارات اللي مرت، كل الاداريين، كل اللاعبين، كله ضحى يعني، كله قدم يعني. فانا كنت جزء منهم يعني. ما اشوف انه انا كنت مميز في حاجه. وانت تجي عند اهلك وديرتك يا ابو احمد. والله هذه انا قلت لك يعني، بجي انا والله بجي مثلا الحمد لله بعمل عمره وكذا، والان الظروف صارت ميسره، زيارات شغاله، فبجي طوال يومين ثلاثه بسلم على العالم الموجودين هنا، الاجازه بطلع الله يحييك يا ابو احمد، دردشه وزي كذا يعني. الله يحييك يا ابو احمد. طيب وش الشعور والانطباع بعد الزياره السريعه للنادي؟ والله هو شعور طيب يعني، شعور بالفخر انه اول حاجه نقدم التهنئه لكل القلعويين بصعود فرق النادي القدم الى الدوري الثاني يعني. والمركز الثاني على مستوى الشباب وبقى الاشبال والكثير من صراحه النجاحات انا اللي والحوكمه يعني، بكل امانه اللي مستوى في زياره سريعه للنادي في الملاعب وفي كذا، ودي يعني خطوه طيبه يعني. ففي يعني شيء كثير من الشباب يعني يعملوا، شباب ما شاء الله السعوديين بالنادي الان موجودين. اي شباب الحوكمه في حركه، اي نعم الحوكمه. ففي تشعروني في حركه، في افكار جديده، في شباب جدد، في دماء جديده، ودي كلها اشياء ايجابيه بكل امانه يعني، بكل اشياء ايجابيه معناتها خطوه طيبه يعني. ابو احمد، ما رايك لو تم خصخصه النادي ورجعت الالعاب المختلفه وعرض عليك العوده؟ والله شوف ابو رجا، طبعا موضوع الخصخصه موضوع يعني عالم يعني، لازم يكون في تطور، لازم يكون في خروج من التقليديه، من الاشياء كذا الاشياء ارحب يعني. دعم الرياضه نفسها بنفسها، استثمارات، شركات، شغل كبير. نعم شغل كبير، هذه واحده. فالخصخصه شيء طيب، عوده الالعاب واتمنى ذلك يعني، كل الالعاب ترجع للنادي مره ثانيه ويكون في اهتمام اكبر. موضوع عوده يعني افتكر انه لكل زمان رجال يعني. يمكن انا جيت في زمن الزمن القادم يحتاج رجال غير يعني، لكن احنا مستعدين. بك الخير والبركه باي مكان يا ابو احمد وباي زمان. على المعاونه بالفكر بكذا بالراي، يظل القلعه نادي يعني. الله يحييك. هذا هيثم، الله يحفظه ويحفظ ما عندك. وش برازيل هذا؟ انا ارجنتين. لا ما يستاهل. سلم يا رجاوي، سلم. سلموا. هلا رجاوي، هلا حبيبي. وعليكم شلون التنس؟ الحمد لله. ولا شباب تلعبوا والسباحه؟ ها هيثم خلاص يبغى يصير مميز بالسباحه. والله لا انا اصبر والله اصبر. ابو احمد، في موقف لاحد لعيبه الفئات السنيه بالتمارين زمان، كنت تصر عليه يتمرن وقال لك كلمه للحين نتذكرها ونضحك، وهذه طبعا من العادات السيئه عند الشباب، لكن عاد نبغى القصه. والله ابو رجاء، عرفت انت اللاعب طبعا. خلي اللي يسيم خليه. لكن طبعا المواقف كان دائما قلت لك مواقف طريفه تمر يعني عندنا بالنادي، بالذات اذا كان العلاقه حميمه يعني بين اللاعب والمدرب والاداري، والحمد لله احنا كان علاقتنا اسريه يعني وحميمه. المهم واحد من العيال جاي مواصل شكله مش نايم، وطبعا ما ادى التمرين جيد يعني، وانا من طبيعتي انه احب اللاعب يتدرب ويعمل، تبغى يعمل ضغط ويعمل بقوه التمرين يعني. فقلت بما اخطا او كذا قلت روح اعمل ضغط يعني، او بوش اب بيسموه. العقوبات اللي بيعملوها المدربين، بوش اب، سيت اب، سقوط على الارض وقيام، من هالكلام. قلت روح هناك اعمل بوش اب. قال لي يا كابتن والله لو عملت بوش اب انام ما قمت ثاني. وضحكت وخليت. يوم قلت له ليه؟ قال مواصل من امس. والله كنت مواصل، والله جاي مواصل معلي عشان ما اغيب على التمرين. وهذه من اللي كنت تعاني منها عند الشباب. كامل اللي يجوا مواصلين، بالعكس وهذا شيء طيب، لكن يعني غير جيد يعني. طيب انه بيحب التمرين وعايز يجي يتدرب وكذا، لكن لما يجي مواصل ما حيستفيد يعني. نعم صحيح. حيأدي هذه الموضوع يعني. الله يعطيك العافيه. كلمه توجهها لاداره ابو تركي الاستاذ سلمان القايد رئيس النادي الحالي، وكلمه توجهها لمحبي وجماهير القلعه. والله يا ابو رجا، طبعا اول حاجه الاخ سلمان القايد ابو تركي طبعا اخ وصديق وعزيز يعني احنا زياراتنا متبادله، حتى دائما هو يجي الدوحه يعني نتقابل، وهنا انا بجي انزل عنده، فدائما احنا مع بعض يعني. فهو اول حاجه صديق، واشتغل طبعا كان عمل معنا اداري في الكره الطائره فتره طويله وكذا. ويعني سلمان رجل يعني يحب العمل ويحب النجاح يعني. هي عاوزه صبر بس، هي نعم والله يوفقه. العمل عاوز صبر وعاوز مثابره وعاوز يعني تحمل.
استقطاب اكبر عدد من الشخصيات، افكار جديده، افكار استثماريه جديده، شباب طموح. طموح. وقلت لك يعني انا لما مشيت النادي شفته في حركه، وهذا اهم شيء يعني. فان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. وبالنسبه طبعا محب الجماهير والله ما اظن الجمهور ما محتاج لتوصيه، والمحبين من كابتن مامون يعني انه ما قاموا فيه. انا تابعت طبعا معظم المباريات الاخيره وكذا، ومعروف جمهور القلعه يعني، من انا مدرب يعني من الجماهير اللي بالذات غير كره القدم انه يروح المباريات يعني القصيم والخرج والدمام والى نجران وجيزان، كان كثير من الجمهور يعني بيروح معنا يعني الرابطه وكذلك يعني. وتحيه منهم من المقام هذا الرابطه برضه رابطه المشجعين. فجماهير القلعه لا تحتاج لوصيه بكل امانه والمحبين، لكن طبعا عليهم برضه بالتكاتف والالتفاف يعني مع الاداره، وربنا يوفق ان شاء الله. أبو أحمد، هذه صورة من بعض أجيال الطائرة الصغار، هذولا تعرفهم أظنك. هذا أحمد المظهور، طبعا أحمد المظهور مشاري وهذا معاذ أمجد المضحي وعبد العزيز مشاري القضيب، مشاري أحمد الغازي نعم. عبد العزيز عوض الرويلي، هذا شو اسمه نسيت اسمه، أحمد المظهور لا وهذا يوسف الراشد يوسف نعم. وهذا أبو سارة نعم علاج طبيعي، وهذا أبو منار أبو رجا أيوة، وهذا المدرب الثاني المصري ياسر وهذا نعم. برجس نعم برجس أيوة، وهذا النهار عبد الله أنا ما أعتقد والله طبعا أيوة تقريبا. وهذا العصيفير تذكره إبراهيم. طبعا هذا الصور كثيرة، بس أنا طلعت لي هذه بس. هذه المهمة، هذه اللي خذيناها في بطولة الشباب بالحسا بطولة الصعود الله بطولة المملكة يعني. طبعا هذا تاريخ كبير صراحة. طبعا هنا عبد الله الدلبة وعبد الله نصر، عبد الله الدلبة وعبد الله هذا اللي جانا من نادي الوحدة، عبد الله العتيبي. ايوه، وهذا احمد المظهور ياسر المظهور، وهذا فالح المحيميس وهذا ابو منار صالح الطالب، وهذا انا، وهذا ممدوح الشعبي ما شاء الله، وهذا مشهور الدلبة نعم. وهذا اللي من القصيم وش اسمه الخضير، فهد ايوه فهد قرابة الخضير. نعم. وهذا عبد السلام نيف سعيد. وهذا طارق السعدون كان معنا مرافق معنا نعم. وهذا مشاري رجا نعم. وهذا عبد العزيز عوض نعم. اللبرو نعم. وهذا كان مرافق معنا عبد العزيز المرجي الفالح نعم صحيح. اي والله تاريخ يا ابو احمد صحيح. وهذا طبعا كان جيل عظيم بكل امانه، بعضهم لو استمر في الطائره كان له حيكون شأن كبير جدا بكل امانه يعني. ايوه كثير من اللاعبين انقطعوا، لكن الجيل هذا بالذات احمد المظهور وياسر المظهور اطوال وخامات وممدوح فكر عالي. ممدوح يمكن شوي استمر، لكن احمد طبعا ظروف الدراسه. لا وعبد الله الدلبه برضه، وعبد الله الدلبه، ويعني من الاسماء اللي كان ممكن تكون لها تاريخ بكل امانه. لاعب مميز كان يوسف الراشد كليبر. نعم ايوه بكل امانه في ده اللاعب ده لو كان استمر، بس سبحان الله يعني تاريخ بعض الظروف. هذه يا ابو احمد اول بدايات الفريق الاول الطائره. هذا خالد الوردي، هذا خالد العايض، وهذا سلمان الغميس، وهذا فهد الحميد، وهذا جمعان الشريم، طبعا هذا انت وانا، وهذا عايد السماره، وهذا قبلان الشراري، ومنصور المطلق، وخالد المسعود. يعني بدايات التمارين كانت بالملعب المكشوف. نعم صحيح ايوه هذه البدايه. جزء من اللاعبين اللي حققوا بعد ذاك الصعود للدرجه الاولى والممتاز. وهذه يا ابو احمد احنا ما نبغى نوقف تصوير، هذه انطلاقتنا اول فريق جماعي يصعد بنادي القلعه. صحيح نعم. هذا فريق الطائره اللي هذه بصاله الاتفاق. نعم صحيح بنهائي البطوله. نعم لعبنا على النهائي وصعدنا. صحيح الجيل الذهبي هذا طبعا اللي حاليا سلمان القايد ابو تركي رئيس النادي. نعم. كان معني داري، وهذا انا في محمد مساعد، وهذا احمد مطر. نعم. عبد الرحمن الشريده. ايوه. خالد الوردي. صحيح. عبد الله علي القريطان. خالد العايض، عبد العزيز الثيم، هاني الغازي العضيد، وهذا انت، وهذا وليد الشميريخ، وعايد السماره، وحمدان العضيد، عبد الله الدهام، ومبروك الريحاني. هذا الفريق اللي صعدنا به
صارت نادي الاتفاق للدرجة الأولى صحيح نعم. عام 1425 أو 26. وهذا أبو أحمد الفريق الأول بالدرجة الأولى. وصراحة السنة هذه كانت من أسوأ مواسمنا. هذه يمكن ثاني سنة لنا بالدرجة الأولى، اللي السنة الثالثة صعدنا للممتاز. صحيح. أيوة طبعا هذا الكابتن مساعد بخيت، أحمد مطر، مبروك الريحان، عبد الله الدهام، الشريدة، أبو شهاب حولته لبرو أنت بحكم إمكانياته، وهذا محمد الدامر كان متعاون معنا وقتها، ورئيس النادي أبو محمد عبد الوهاب الشايع، وفهد خضير، وأبو منار، خالد الوردي، والعايض، وبندر القاسم، وسعد الدلبة. هذه وش تعني لك يا أبو أحمد؟ ذكرتها؟ والله طبعا بعد رجوعنا للمنطقة بعد تحقيق أي والله بعد الصعود نعم، في المطار واستقبالات الجماهير القلعة لنا تاريخ الناس فرحانة استقبلونا بالورود نعم. أيوة شوف هذا الكلام له 20 سنة. نعم. وهذه يا أبو أحمد صورة الجماهير. شوفوا شلون اللبس والترتيب. طبعا اللي ما تعرفونه الناس أننا اجتهدنا حتى مع الجماهير، جبنا لهم ملابس من العين الإماراتي. نعم صحيح، كان جبنا اللبس شلون تطقيمه، والجماهير متحمسة وتملى الصالة. شوف بدري هذا، شوف مالين الصالة قبل ما تبدأ المباراة. ايش رايك أبو أحمد؟ هذا صعود الشباب من الحساء، كان في حفل مبسط وتكريم للبعثة كلها. مبروك يا رجال الصعود، مبروك له ما هو لكم، وغابة وانتم أسود، من وين يلقى مثلكم. الله تسليم الكاس والميداليات. اي والله الله. ايش رايك يا ابو احمد بهالجمهور العظيم؟ طبعا شيء يعني كان نفتخر فيه. اي والله الناس تفتخر فيه، يعني كان مجرد رايه. والكروان حمد واحمد ما شاء الله دائما كانوا يعني مميزين. شوف الجماهير وهالحماس. هذا يوم حطوا الحاجز بعد قفل راح نص الجمهور صار ما يحضر يوم حطوا القزاز كحماية يعني. بس ايش رايك بهاللقطة الحلوة واللعيبة يشيلونك قدام الجمهور؟ تاريخ صراحة يعني الواحد سبحان الله يعني سعيد الواحد يتذكر الأحداث هذه المواقف صراحة. الله تستاهل يا ابو احمد والله. اللي عملته بالنادي بالجوف شيء مو سهل. ان شاء الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. ابو احمد شكرا من الاعماق لحضورك للجوف للمره الثانيه، وشكرا لما قدمته لخدمه القلعه ومحبينها، والكلمه الاخيره لك. ابو رجل يعطيك العافيه، ومشكور جدا على الدردشه، خلينا نسميها الدردشه صراحه اللي من غير ميعاد اولا. وطبعا اليوم جمعه والخميس امس تكلمت لي ما في وقت يعني لاسترجاع الذكريات. نعم معلومات الاسماء. فعشان كذا اولا يعني العذر والسموح من اي واحد مثلا اذا ذكرنا اسماء يعني ما لم يتم ذكر اسمه. كان دردشه صراحه وذكريات واستعاده ذكريات معينه. لكن الواحد لابد ان يشكر كل القلعه وكل القلعويين وكل اهل الجوف يعني على وجدوا منهم طيله عمله، وبرضه لما في الزيارات وقفتوا معي. الشيء الثاني رؤساء النادي، كل الرؤساء والادارات المتعاقبه خدمت اللعبه وقدمت اللعبه الكثير يعني برضه بدون ذكر اسماء كل رؤساء النادي. كذلك شكر خاص جدا خلينا نسميها لجنه الكره الطائره التي تم تكوينها
يعني كان هي اللعبة الوحيدة اللي بالنادي اللي تعمل لها لجنة تقريبا لعبة جماعية خلاف كرة القدم. حتى بعد ذاك القدم بعد ذاك عملوا لجنة يعني. ولازم نذكر هنا الأستاذ فارس الروضان صراحة، يعني طبعا فارس معروف إنه لاعب قدم يعني، ولما نقتنع بالأفكارنا وكذا ويجي يتولى رئاسة لجنة في الطائرة معناتها هذا شيء طيب، وقدم الكثير جدا، وهذه فرصة أنا أحييه وأشكره، وكذلك بقية أعضاء اللجنة كلهم. وشكر خاص للجمهور، شكر خاص للاعبين اللي قدموا ضحوا كثير جدا يعني منهم اللعيبة اللي جبناهم برضه من خارج المنطقة. والشكر يعني أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى اللي إنه الحمد لله إنه عرفني برجال وبأخوان وبأصدقاء وبأبناء، يعني تظل العلاقة إن شاء الله إلى أن يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. بارك الله فيك.